ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده. وحشتوني كتير كتير يا بنات من الفيديو اللي فات. طبعا غبت عليكم، بس ادعولي بالشفا، والله تعبانه قوي. فالحمد لله على كل شيء. يلا بينا نعمل شويه كبده كده عسل. يلا بينا، بسم الله. انا جبت الكبده بتاعتي يا بنات، شطفتها يا دوب بس بشويه ميه وفيها جنزبيل، في جنزبيل من اللي هو ايه المطحون، جنزبيل بيجي من عند العطار مطحون. خلاص اتخلص بس من القشره بتاعتها اهي. اهي يا بنات بالشكل ده، هوريها لكم عشان القشره دي بتغيبها قوي في السوا، فلازم نتخلص منها يا بنات. اهي انت بس تتاكدي ان انت مسكتيها، وبعد كده ايه بتتكر معاكي عادي خالص. هخلصها بقى كلها وهرجع اقطعها معاكم تاني، ونشوف هنعمل في الكبده بتاعتنا القمر دي ايه. كل سنه وانتم طيبين. طبعا دخلنا خالص على العيد يا بنات، معرفنا. يلا يا حلوين بقى، بنقطعها كده ايه شرايح كده رفيعه. نحاول نقطعها زي بتوع المطاعم يا جماعه، بنحاول نتعلم بس منهم كده. لا بجد بيقطعوا رفيعه قوي، نفسي بجد اتعلم التقطيع الرفيعه دي. اهو بالشكل ده كده يا بنات. تعدلها بس عشان اقلبها كويس. قاعده اقول لماما كلها نيه ما هيش راضيه. جماعه ماما عندها انيميا، الانيميا بتاعتها 6، متخيلين؟ مش عارفه ليه والله. وبتاخد دم، فانا بقول لها يعني ليه؟ انت خدي كده شوكه وليمونه وعصرها عليها وشويه كمون وكليها. هي مش راضيه. انا بجد ما اقدرش اكلها كده، والناس كتير قالت لي كلها كده وهي افيد لك. لا ما اقدرش بجد، ما اقدرش. فهشجعها في الكومنتات عشان تعملها. يعني نقولها مثلا يعني لو عملتي الحركه دي قدام القناه هيوصلوكي لقد ايه مثلا. فانت شجعوها بقى، عايزين نشوف تفاعل عشان خلاص بقى هنستنى رأيكم في الكومنتات وتشجعوها كده. عشان ايه يا جماعة؟ هو تبقى ضحكوا عليها كويسة. والله. الوقت هي عملت ايه؟ قطعت حته صغننه كده وراحت جابت شوكه وليمونه. قلت لها يا ماما نتحدى بعضنا، لو كلتها انت تاكليها. بعد ما رحت جبت الليمونه والشوكه وراح اكلها، انا ما كنتش هعمل كده طبعا، انا كنت بتحدى. قامت جايه قايله لا مش واكلاها. عمري ما اقدرش اكلها كده. فهي رجعت في كلامها يا جماعه. اه في واحده صاحبتي قالت لي يعني يا دوب تشوحها كده. ويبقى فيها لسه القرمشه دي. القرشه بتاعتها دي ايوه. بس، وتحط عليها فلفل اسمر وتلوحها معلقه سمنه بلدي وتاكليها. بتقول لي كده يعني ايه ما شاء الله. الدم بتاعك هيبقى، الانيميا بتاعتك هتتظبط في 15 يوم بس. بس بصراحه يا جماعه انا ما بحبهاش كده خالص. بحبها مستويه وبالتحبيشات بتاعتها، وده اللي مودينا في داهيه. يلا نخلص بقى الكميه يا بنات، وبالله عليكم ادعوا لي بالشفا، لان بجد انا كل ما اروح اخد دم ببقى متوتره ونفسيتي وحشه ومش عارفه يعني، ببقى تعبانه قوي. فادعوا لي كده، فادعوا لي بقى يا جماعه ان ربنا يشفيني كده. هستنى دعاكم بالله عليكم في الكومنتات. وطبعا بعتذر لاخواتي وحبايبي اللي انا مقصره معاهم في القنوات بتاعتهم، بس معلش والله يا بنات تعبانه وغصب عني. انتوا عارفين ان انا بخش لكم كلكم بس اما بكون كويسه، فلنا ظروف ونشتغل بعضنا، معلش نقدر نتحمل بعض كده. عايزه اوريكم يا بنات الكلاوي، هي نفس الكبده برضو اهي، تتقشر بالشكل ده كده. لازم نتخلص من الغلاف ده يا بنات عشان ما يبقاش برضو في ريحه زفاره، وما يبقاش بتشد معانا في السوى اهي. تقشر ما شاء الله زي الموز. ونقطعها برضو ايه حتت صغننه كده. خلاص قطعنا الكبده بتاعتنا يا بنات اهي. وريهم يلقى شكلها. انا عاملاها اولى جزئين عشاني. بسم الله. نبدا بقى نحط البصل بتاعنا في الكبه، او انت عايزه تقطعيه بقى ايه شرايح على ايديك براحتك. نقطع البصل والفلفل مع بعض. في ناس بتحب تقطع الفلفل لوحده، انت وراحتك، لكن انا هنا ايه هعمله مع بعض. انا خدت ايه، خدت الكميه اللي هتكفيني، ومعايا التوم اهو، فصين كده كبار من التوم. ونروح بقى على الكبه نضرب الحاجات دي ونرجع على البوتاجاز على طول ان شاء الله. شوفوا يا بنات انا قطعته كده، مش هخليه اكتر من كده او مش هخليه ينزل ميه. ده الفلفل مع البصل. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. يلا يا بنات هنزل بشويه من الكزبره اهو، قد معلقه كده من الصغيرين. شويه برضو من الفلفل الاسمر، وشويه من الكمون. الملح بتاعي
بتاعك بقى، اظبطي الدنيا دي كلها وانزلي بايديكي. وهنا الله الله الله. عندك قرفه بقى وحابه حطي، حابه تحطي شعريه جنزبيل صغيره خالص كده حطها برده، بتدي لها ريحه حلوه. بس انا عشان غسل الكبده زي ما انا قلت لكم بالجنزبيل، فمش هحط جنزبيل هنا في البصل. اهو يا بنات شايفين الشكل ده كده؟ دي كده الكبده بتاعتنا اهي. هسيبها بقى دقيقتين على ما اروح عند البوتاجاز نخلص بس الحاجه بتاعتي الاخرى، الكبده بتاعتي، ونروح بقى عند البوتاجاز ان شاء الله. يلا يا بنات ننزل بشويه كده حلوين من الزيت اهو، بس كفايه. نجيب الكبده بتاعتنا على طول. هو الزيت بتاعي ايه؟ اختبره بس كده. لا لسه كده بورقتين من ورق اللورا، وعلى طول بقى بالكبده بتاعتنا. بسم الله. هو ده اللي انا عايزاه يا بنات، مش عايزه الكبده بتاعتي تنزل ميه. الله الله. اهم حاجه ان الزيت يكون سخن عشان الكبده بتاعتك تاخد صدمه على طول، ما تنزلش ميه. سيبها بقى ايه مفتوح الغطا عليها، ما تغطيهاش. هنا يا بنات الكبده بتاعتي انا اهي، مفيش عليها اي اضافات، بس هحط لها الاضافات بتاعتها دلوقتي. هاخد بس صدمه كده معايا. ريحتك يا بنات بتبقى ايه حلويات كده، بتبقى جايه مع الكبده. هقطعها كده. يا لهوي بقاء لسع. احاول اقطعها كده قطع ايه صغيره عن الكبده. حطيت الحلويات معاهم يا بنات. شايفين الكبده بقى ما شاء الله خدت الصدمه بتاعتها في ثانيه كده. هنزل بقى عليها كده بعصره من الليمون، نزودها برده فلفل اسمر، نسيبها بقى ايه مع نفسها. ههدي عليها النار عشان ايه كل حاجه فيها تستوي. الكبده ايه بتاعت جوزي كده، الكبده بتاعتي انا عليا وانا غلبان من غير اي حاجه كده، لا ما اقدرش طبعا اكلها كده. ثواني بس كده. هي المفروض لي يعني ما عرفتش اسويها عن كده. انزل عليها بس بشويه البصل والفلفل دول، وزي ما انت حابه بقى تعملي يعني. حابه انا عشان شاكه في الكبده بتاعتهم ان هي هتبقى ايه الفروقيه فيها بسيطه خالص، احط لها فلفل كمان احمر اهو، شطه كده تقليبه. انا كده بقى ايه هطفي الكبده بتاعتي يا بنات. هنا يا دوب خدت ايه دقيقتين بس من السوا وكانت بالشكل ده. انا كده هطفي عليها. وهو ده لقاء يعني بتقولي انت عملتهم يا ماما بطريقتين زي بعض، لا يا لقاء هنا حاجات مختلفه، ما حطيتش هنا بهارات كتير، ودي خدت تسويه خفيفه خالص عن دي، وهنا القطعه بتاعتها كبيره. خلاص يا بنات انا كده خلصت ايه الكبده. هسيب بقى الكبده بتاعتهم تستوي شويه. بصي يا بنات حاجه كمان الدكاتره نصحوني بيها. طبعا انا راح اعمل سلطه بصلايه وخيار وفلفل وشطه وايه والبنجر الاحمر ده. بيقول لكم البنجر الاحمر ده فيه فوائد ملهاش حل، فانا حبيت برضه اجربه. ومعايا الكابوتشي، نعمل طبق سلطه كده مشكل من الخضار كله اللي عندك. يعني انا لو عندي جزر كنت حطيت، بس انا ما عنديش جزر. خلاص بيقولوا السلطه دي يا بنات الدكاتره نصحوني بيها وقالوا بتبقى حلوه قوي وبترفع الانيميا. فالله المستعان بقى، ادي احنا بنجرب والله المستعان. ادعوا لي كده يا بنات لان انا لسه ليا تحاليل. هروح احلل بعد ما اخد اكياس الدم بتاعتي واخلص العلاج، وهرجع تاني احلل. وقالوا لي هتمشي على العلاج ده 6 شهور. الله المستعان. قطعيها يا قمر كده ايه حتت صغننه خالص كده، حتى لو انت ما بتحبوهوش. قطعي طبق السلطه ده معاه البصل والخيار والحاجات دي، ما بتبينش ريحه البنجر في الاكل. طيب اللي ما بيحبش بقى طعم البنجر والفلفل والحاجات دي نكسره بايه يا بنات؟ نعمل له ايه شويه فصين كده من الثوم مع شويه زيت زيتون وشويه كمون وعصره من الليمون. الله الله لا ده انا بقولش يعني والله هي جايه كده معايا. تمام. واعملوا الخلطه دي وحطوها عليها، بتدي طعم وبتودي السلطه في حته تانية خالص. يعني اللي ما بيحبش طعم الحاجات دي زي كده
بس الحاجات دي مفيده جدا، لو معاكم اطفال يا بنات تعودوهم ان انتوا تاكلوهم الحاجات دي، لان دي غلطتي الوحيده ان انا ما عودتش اولادي ياكلوا الحاجات دي برضه. خلصت يا بنات كده السلطه، وهنزل بعصره ليمون، نص ليمونه كده، دي فص ثوم مدقوق مع شويه ملح اهو. هنزل بسنه من الكزبره، الكزبره الناشفه بتديله طعم حلو قوي. عندك كزبره خضراء وعايزه تحطي حطي. وهنزل كده بشويه من الكمون، شويه صغيرين خالص، نقطتين كده من الخل اهو. وهننزل بقى بالملح بتاعنا، لا ده انا حاطه ملح في التوم. هنزل بشويه من زيت الزيتون يا بنات، بس كفايه كده، معلقه بس. ونقلب بقى الخلطه القمر دي، وننزل بها على السلطه. هنا بقى لو انت ما بتاكليش السلطه، لا اوعدك ان انت هتاكليها، لان بيطلع طعمها جبار. هنا بقى حمرنا شويه بطاطس، الله الله، ان شاء الله بس بهاراتهم كده كمان. الخلطه بتاع البطاطس تحفه. نقلب بقى السلطه بتاعتنا، نغرفها في الاطباق، ويلا بالف هنا وشفا. دي كان غدانا النهارده يا جماعه، ما شاء الله الكبده تحفه اهي. خلاص استوت يا بنات، وكل حاجتنا استوت اهي، وعملنا مكرونه وعملنا بطاطس وعملنا رز بشعريه وعملنا السلطه معاكم. يلا ما تنسونوش بقى في لايك ودعوه حلوه من قلبكم، شرفوني في الكومنت كويس يا بنات، ولايك للقناه. يلا سلام.